طبعا كلنا شفنا العك الكروي والعبث الكروي اللي قدمه المنتخب المصري الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن لما لعبنا أوزبكستان، والخسارة 2-0 مع الرأفة ومع الرحمة. كان ممكن الماتش يطلع أكتر بكتير جدا 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 من كده. للأسف حتى لما تيجي تشوف التصنيف العالمي لمنتخب أوزبكستان، فهو أقل بكتير من التصنيف العالمي لمنتخب مصر، ولكن على أرض الملعب كان في فوارق بدنية، فوارق مهارية، فوارق في كل النواحي لصالح أوزبكستان. فريق محترم جدا، فريق منظم، بيلعب كيونت واحد، بيقدر ان هو يدافع بشكل كويس، كمان بيستخلص الكرة بشكل كويس وبيعمل كونتر اتاك بشكل كويس. للأسف العبث اللي قدمناه والطريقة اللي يمكن اللي لعبنا بيها مع لغاية دلوقتي مش مفهومة. احنا مش فاهمين كنا بنلعب ايه، يعني بخطة ايه؟ هل هي 3-4-3 ولا 3-2-5 في حالة الهجوم؟ حاجات غريبة وعجيبة شفناها في المباراة. مفيش حمية من اللاعبين على الإطلاق. لا تجد أحد يمثل منتخب مصر تمثيل أمثل وتشوف أداء منه كويس، بالعكس كان الأداء باهت جدا والأداء رتيب وسيء. يمكن حتى لما كان يوم سيء للكرة المصرية بصفة عامة باستثناء المنتخب المصري به. لأن حتى منتخب الشباب تحت 17 سنة تعرض لذل كروي في ارض الملعب من منتخب سويسرا واخراجنا من كاس العالم. فيعني اعتقد ان كل الامور دي وكل المعطيات بتشير الى حد معين ومتهم معين هو اللي تسبب في حال الكره المصريه ده، وهو الاتحاد المصري لكره القدم باختياراته وانتقاءاته للمدربين الفنيين للمنتخبات. كمان ان انت ما عندكش اعدادات كويسه للاجيال الصغيره علشان تقدر تبقى نواه للمنتخب المصري الاول. بالاضافه طبعا زي ما قلنا العبث الكروي اللي احنا بنشوفه في الملعب. اللعيبه يا جماعه لا تصلح بصراحه، مش عارف اقول ايه. مفيش غيره، مفيش حميه، مفيش رجوله في الملعب. مفيش. انت بتلعب باسم مصر، ايا كان من يمثل مصر فهو عليه ان يكون كالجندي في ارض المعركه. ده اللي احنا نعرفه، وده اللي احنا عندنا الحميه، ودي الغيره دايما اللي عند المصري اللي بتخليه ينجح في اي تحت اي ضغط وتحت اي شيء. ولكن اللي شفناه ده عبث كروي، وعشان كده يمكن كابتن حسام حسن ما كانش عايز انه يلعب منتخبات قويه ورفض مواجهه من البرازيل، رغم ان مثلا عندك زي مثلا يعني انجولا بتلاعب مين؟ انجولا كانت بتلاعب امبارح يا جماعه الارجنتين بطله العالم. فايه زي ما بنقول عك كروي ومسخره كرويه. نتمنى ان القادم يكون افضل. مصر هتلعب في بطولة العين الدولية مع على الثالث والرابع مع كاب دي فيردي اللي هي الرأس الاخضر. نتمنى ان احنا نشوف اداء مغاير. طبعا لو رحنا افريقيا بالاداء ده وبالطريقة دي هناخد على وشنا في افريقيا. وهنقول ندور على مدير فني علشان المنتخب، ولكن المشكلة في المنظومة كلها يا ساتر.